اوعى تقول ايوه، سايق عليك النبي ما تقول. شنيع انت باشا، انت باشا يا احمد، انت دايما انا حسحس. امي مؤمن. التلفزيون بقى ممل جدا، نفس المسلسلات، نفس الافلام، نفس الاغاني، حتى السياسه هي من 11 شهر. عاجل من التلفزيون المصري بضرورة إخلاء الميدان على الفور، فقد وردنا أن هناك عناصر إثارية تتجه الآن إلى الميدان وبحوزتهم كرات من الحلوة كان نفسها تظهر عالفضائية، مكياج ده ولا جالون بويا يا وش قضية، وثقافته ولا اللي ساقطة ابتدائية. يلا بينا نسمع هتقول ايه وهي تسلية. وهقولها دلوقتي وهقولها دايما، وهقولها دلوقتي وهقولها دايما. الظلم والخراب اللي ممكن يجي البلد من تحت راس شوية عيال قد تدريبها المكثف مع شباب آخرين على يد إسرائيليين في الولايات المتحدة وقطر بتقول على عسكر مظاليم ومجلس اللواءات عظيم، لكن اللي في الميادين تنظيم قابضين عشان عايزين تقسيم. دي نطاع واستهبال ما تجيش في يوم على بال، يعقول وجالها هزال يا كهنة الزف والتعتيب، يا عرة الإعلام يا جحوش. هو انتوا ايه ما بتتكسفوش، ما بتختشوش ولا بتحسوش، يا حسرة على احساس مغشوش. من العهد استكفينا يا لعنة بتطل علينا، بنتسحل وتسلينا. محاكمة الرئيس لا، محاكمة الرئيس لا، ده بدل ما نبوس ايده ونقول له انت اللي حاجة. دوشة وزعيق ونهيق النهارده اللي قلب الدنيا ايه؟ توكشو حوار ده ولا نباح تخالفنا. ده راجل محترم، والعيال اللي لسه لغايه دلوقتي في بلد التحرير دول ولا يا دوب اصلاح. يا مصر فوقي قومي بينا يلا حزب النطاع. تدوس على الناس وحضرتك كتلفزيون مصري تقولي لا مفيش وزير يطلع ربما العربيات امبارح بتاعتك انت بتتكلمي في عربيه ولا في بني ادم؟ حضرتك انت بتتكلمي في ايه؟ ازاي عربيه تجري تدوس في الناس حتى لو كانت بتتكلموا كلام وهم؟ حضرتك موجود كل الكلام دوت على النت، خش على النت وشوفي. بلاش على النت، حضرتك افتحي اقلبي القناه اللي انت قاعده فيها وهاتي قناه ثانيه. حضرتك اتكلموا كلام فير. هل هو ده طريقه التعامل مع الشعب؟ هل هو ده طريقه التعامل مع الشعب؟ هل هو ده طريقه التعامل مع الشعب؟